تعال اصدمك كده بس اقول لك ردة فعل المصريين على الهزيمة الكارثية او الهزيمة لو تقدر توصفها وتقول هزيمة فضيحة من المنتخب المغربي في الاولمبيات بنتيجة 6-0. يعني حتى ما نجحناش ان احنا نجيب هدف واحد. المهم هصدمك بردة فعل المصريين الغير متوقعة، يعني الغير متوقعة على الاطلاق. وكذلك هقول لك رأي المصريين في المنتخب المغربي والكرة المغربية بصفة خاصة، وهل الناس زعلانة من المنتخب المغربي ولا ما زعلانينش منهم، وايه موقفنا بصفة عامة من المنتخبات المغربية سواء المنتخب الكبير او حتى المنتخب الاولمبي، او بالمناسبة حتى الفرق المغربية سواء الرجاء او الوداد او نهضة بركان وغيرهم. عامة يا صديقي العزيز، زي ما انتم عارفين احنا طبعا بكل فخر اتهزمنا هزيمة كارثية، هزيمة فضيحة. وكويس ان هي جت من الاشقاء، يعني ما جاتش حتى من حد غريب، يعني كويس انها جت من ناس مننا وعلينا اللي هو المنتخب المغربي. تقدر تقول كده في بيتها، يعني جت من المنتخب المغربي، جت من المنتخب المصري، في بيتها. كلنا في الاول وفي الاخر اشقاء، وكلنا في الاول وفي الاخر عرب وواحد، والحمد لله. والمنتخب المغربي شرفنا حتى لو كان على حسابنا، مفيش اي مشكله. المهم ردة فعل المصريين يا صديقي العزيز، لا تتخيل يعني الناس مصدومه مثلا او الناس زعلانه او الناس منهاره او الناس متضايقه او غيره، لا بالعكس، الناس مبسوطه جدا بالالم اللي احنا اخدناه من المنتخب المغربي. ليه؟ علشان نفوق. الناس اصلا عايشه في وهم، الناس عايشه في وهم، الناس بتتغرب بعض النتائج. اوكي احنا عملنا بطوله الى حد ما كانت كويسه قبل مباراه المنتخب المغربي، وعملنا مباريات كويسه، بس ده لا ينسينا المشاكل اللي عندنا في الكره المصريه، ده لا ينسينا ان احنا عندنا انهيار على مستوى الكره المصريه. الكره المصريه عندنا كميه مشاكل لا حصر لها على جميع المستويات، مش مجرد مباراه كره قدم في ارض الملعب 11 لاعب قصاد 11 لاعب، لا، على كل المستويات. الكره المصريه عندنا فيها مشاكل كبيره جدا يا جماعه، عندنا مشاكل لازم نعترف. علشان نحل المشكله لازم نعترف مبدئيا يا جماعه ان احنا عندنا مشكله. لكن لو هتيجي بقى تبص للمنتخب المغربي، المنتخب المغربي يستحق بنسبه 100% بل مليون في المية النتيجه اللي هو حققها على حسابنا، والنتيجه كانت مرشحه للزياده. يعني بالمناسبه ال 6-0 دي بالرأفه وبالرحمه، يعني كويس ان احنا اخذنا 6 بس من المنتخب المغربي، وتقدر تقول رأفوا بحالتنا ان هم ادونا ال6 بس. لكن منتخب محترم، منتخب قوي، منتخب بيأدي كره قدم متوازنه دفاعيا وهجوميا، يعني زي ما بيدافع كويس بيهاجم كويس، وبيعرف يلعب المباريات الكبيره مع المنتخبات الكبيره. فلما جينا له احنا فرقه تقدر تقول بالنسبه له في المتناول، يعني انا يحزنني لما اطلع اقول فرقه في المتناول بالنسبه للمنتخب المصري، بس ده الواقع يا جماعه، ده الواقع اللي احنا عايشينه، وده الواقع بتاعنا. لازم نعترف. انا بقول نص حل المشكله انك تعترف ان في مشكله علشان تحلها، لكن لو حضرتك مش معترف من الاساس ان في مشكله، اذا المشكله عمرها ما هتتحل. انا معترف ان في مشكله في الكره المصريه، لازم نعترف يا جماعه الجميع ان عندنا مشكله. لكن المنتخب المغربي منتخب محترم. الكره المغربيه بقى يا صديقي العزيز بصفه عامه، احنا مش بنتكلم في منتخب اولمبي بس مغربي، لا احنا بنتكلم في العموم. الكره المغربيه بصفه عامه في تطور، وتطور مستمر، وتطور دائم، وكل سنه بيبقى اقوى من السنه اللي قبلها. ولا ننسى طبعا، كلنا عارفين المنتخب المغربي الاول ايه اللي عمله في كاس العالم. كانت صدمه للعالم كله، يعني كان صدمه للعالم كله، لكل الفرق الاوروبيه وكل الفرق الكبيره، احرج الجميع، وكلنا كنا وراه وكنا في ظهره، كنا فخورين بيه، كنا نتمنى وصوله للنهائي، بل كنا نتمنى تحقيق الحلم والمعجزه ان فرقه عربيه ومنتخب عربي يحقق كاس العالم. بس يلا الحمد لله اللي وصل له المنتخب المغربي كان شيء ممتاز وشيء محترم جدا وشيء يدعو للفخر، ورفع راسنا كلنا، وده نبني عليه للمستقبل. متوقع المنتخب المغربي كل بطوله هتشوف المنتخب المغربي من الفرق المنافسه، مش على ان هو يصعد من دور المجموعات، ولكن بالمستوى اللي احنا شفناه فرقه مؤهله ان هي تنافس على المربع الذهبي في كاس العالم، بل ان هي تنافس ان هي توصل للنهائي في كاس العالم. فالكره المغربيه كلها فيها تطور، يعني احنا مش بنتكلم على منتخب بس، منتخب اولمبي بس، لا، زي ما قلت لك من قبله كان المنتخب الاول ودلوقتي المنتخب الاولمبي. وكذلك حتى الفرق نفسها، الرجاء، الوداد، نهضة بركان، الفرق دي لما بنشوفها في البطولات الافريقيه لا بتكون ند وبتوصل للنهائيات وبتحقق بطوله سواء دوري ابطال افريقيا او حتى كاس الكونفدراليه. فدايما الفرق المغربيه متواجده على المنصات، يعني دايما في اعظم المنصات، كاس عالم او اولمبياد او دوري ابطال افريقيا او كاس الكونفدراليه، كل البطولات الممكنه، او تقدر تقول اي بطوله مشارك فيها سواء منتخب مغربي او فريق مغربي، دايما هتبص تلاقيه موجود في النهائيات، ودايما هتبص هتلاقيه موجود على منصات التتويج. فالكره المغربيه لا فرقه كتير جدا، عن الكره المصريه، فرقه كتير جدا بمسافات وبسنين عن الكره بتاعتنا. الناس دي بتتطور، الناس دي
كانت معترفه ان عندها مشاكل وطورت من نفسها وعرفت توصل لافضل المستويات. لكن احنا للاسف كان الماضي بتاعنا على افضل ما يكون. احنا كنا مسيطرين على قاره افريقيا يا صديقي العزيز. انت عملت المعجزه 2006 2008 2010، 3 بطولات متتاليه ما حدش عملها على مستوى التاريخ. كان عندك منتخب مرعب على مستوى القاره الافريقيه، ولكن رحنا فين؟ عشنا في الماضي. مشكلتنا ان احنا بنعيش في الماضي، مشكلتنا ان احنا بننام على الماضي، مشكلتنا ان احنا بنعيش على امجاد الماضي ونفضل فرحانين ونقول احنا واحنا واحنا، والناس بتسبقنا. وعمر الماضي ما بياكل عيش، وعمر الماضي ما هيحقق لك نتائج، وعمر الماضي ما هيبني لك للمستقبل. الماضي اسمه ماضي وانتهى. ممكن تاخده بس من الحته النفسيه انك تبني عليه وتطور نفسك للمستقبل، لكن ان حضرتك تعتمد على الماضي وتقعد تحط ايدك على خدك وتقول انا هنتصر وانا هفوز وانا هحقق، كل ده كلام في الوهم، وكل ده كلام في الفاضي، وكل ده كلام ما ياكلش عيش. ناس حوالينا بتتطور لكن احنا عندنا مشاكل. المنتخب المغربي يستحق بنسبه 100%. سعداء احنا كمصريين بالنتيجه. ليه؟ علشان نفوق، بس يا ريت نفوق، لان احنا ياما اخدنا اقلام، ياما اخدنا صدمات، ياما اتحطينا في مواقف زي كده، لكن للاسف مش بنرجع للمستوى اللي احنا عايزينه. للاسف مش بنصلح المشاكل، للاسف بناخد الصدمه وقتها ونقول هنغير وهنطور وهنصلح ومش عارف ايه، لكن بعد كده بترجع زي المثل اللي بيقول ريمه لعادتها القديمه، بنرجع زي ما احنا. فاتمنى ان الالم اللي اخذناه من المنتخب المغربي الشقيق اللي يستحق اللي هو عمله، نتمنى ان الالم ده يفوقنا، ونتمنى ان الالم ده يخلينا نصلح ونشوف ايه المشاكل اللي عندنا وايه الحاجات اللي عندنا اللي مسببه لنا المشاكل دي علشان نصلحها ونوصل يا جماعه، نوصل زي الناس دي، نوصل زي المنتخب المغربي. ليه لا؟ ده احنا اقصى طموحنا يا صديقي العزيز ان احنا بس نعدي من التصفيات ونوصل كاس عالم، مجرد بس وصول مشرف. يعني احنا اقصى امانينا ان احنا نوصل وصول مشرف. تخيل انت فرقه او منتخب اقصى امانيه ان هو يوصل وصول مشرف بس لحد كاس العالم، بيقابل فرقه وبيقابل منتخب كان واصل المربع الذهبي في كاس العالم. في تفاوت في السرعات والمستويات سيد الرئيس. الوضع مختلف جدا يا جماعه. في مشكله عندنا ما كانش من المنطقي احنا نفوز المنتخب المغربي، ما كانش من العادي ان احنا نفوز المنتخب المغربي، بل انتصار المنتخب المغربي علينا هو ده العادي وهو ده المتوقع. لكن احنا طمعنا بناء على ان احنا عملنا لنا كم مباراه كويسه، ولكن الكم مباراه كويسه دول كانوا استثناء مش قاعده. القاعده ان احنا مستوانا وحش، القاعده ان احنا عندنا مشاكل، القاعده ان احنا عندنا كوارث لازم تتحل. وقت ما نحل الحاجات دي ونبني للمستقبل ونبدأ نطور من نفسنا وبكل واقعية، الأمور دي ما بتتحلش في يوم ولا في ليلة، ولكن محتاجة سنوات. المنتخب المغربي المستوى اللي وصل ليه والفرق المغربية كلها وصلت للمستويات دي بناء على دراسات، بناء على شغل على مدار سنوات كتير فاتت. عامة مبروك للمنتخب المغربي، يستحق بكل تأكيد النتيجة العظيمة اللي هو عملها، واحنا نستحق الفضيحة والست اهداف اللي دخلوا في مرمانا حتى ما نجحناش ان احنا نجيب هدف يتيم وحيد. يلا مش مشكلة يا جماعة، المهم اللي جاي. نتمنى التوفيق للجميع يا صديقي العزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.